اهلا بيكم. معكم علاء فهمي من ايزي ميكس، والنهارده باذن الله هناخد درس في التوزيع الموسيقي. درس سريع جدا بس هيغير تماما التوزيع بتاعك. النهارده هشرح لكم ازاي تعزف اي تراك، حتى لو انت مبتعرفش تعزف، حتى لو انت ما عندكش ميدي كيبورد، ما تعرفش حاجه عن المزيكا تماما، عندك بس الميوزك سيري، عارف الميوزك سيري والاساسيات، ويعني ايه، تقدر ان انت تعزف حاجات يعني جامدة جدا بتركاية كده هقولها لك في الفيديو ده، ويعتبر ده من اكبر اسرار الموزعين. السر في الفيديو ده هو برنامج سكيلر. ده برنامج سكيلر. البرنامج ده عظيم جدا يا جماعة، بتقدر من خلاله ان انت تعمل يعني كأنك انت جايب عازف محترف، عارف كل حاجة عن المزيكا، تمام، عارف كل المقامات اللي في العالم، عارف كل التكنيكس، عارف كل حاجة. يعني مثلا انا لو جبت السكيلز ماشي واخترت مثلا سلم سي ميجر، هو بيجيب لي الكوردات بتاعت السي ميجر. فانت مثلا لو عايز تعمل اغنية فرحانة مثلا، فانت عندك الكوردات بتاعت الاغنية اهي. دي الكوردات اهي. مثلا انا ممكن اختار اي كورد بروجريشن، او ممكن لو انا عايز كورد بروجريشن جاهز، في هنا كورد بروجريشنز، كومن بروجريشنز، وهنا انت بتقول له مثلا عايز ايه. مثلا هابي مثلا، هناخد مثلا اول كورد بروجريشن ده، هو اداك الاربعة دول. ماشي. طيب سي بقى الدرس بقى بتاع النهاردة. طبعا برضو قبل ما اقول الدرس بتاع النهاردة، احنا كده يعني انا بأديك فكرة عن برنامج سكيلر، ان انت تقدر من خلاله تطلع كورد بروجريشن تبدأ بيها اغنية جديدة. وكمان عايز اوريكم حاجة تانية، اللي هي البرفورم دي مهمة قوي، لو دوست عليها بيبدأ يفتح لك تكنيك عزف. تقدر تغير التكنيك بتاعك من هنا، فيه بقى تكنيكات كتيرة قوي، ممكن نغير اي حاجة مثلا كده لو دوست هنا. تمام، حلو قوي. سي بقى انا دلوقتي معايا التكنيك ده، وعايز استخدم صوت من آلة تانية. تمام، طبعا هو في اصوات حلوة هنا برضو، يعني تقدر انت تستخدمها، خصوصا في النسخة الجديدة فيها اصوات حلوة. مثلا ممكن نجرب الاكوستيك جيتار، نسمع صوته. مثلا طيب انا بقى مش عاجبني الصوت ده، انا مثلا عايز صوت، تمام، من اي مكتبة تانية. ممكن مثلا نجيب من الأومنسفير مثلا. نختار مثلا صوت جيتار. اي صوت، بس انا عايز اجرب معاكم. ماشي، وليكن الصوت ده مثلا، صوت الجيتار ده. انا بقى عايز ايه؟ عايز السكيلر يلعب بدالي بس بصوت الاتموسفير. هتعملها ازاي؟ كده احنا طبعا بنشرح على استوديو 1. دلوقتي مثلا عندنا السكيلر اهو، تمام. الشغل الجهاز تقيل شوية عشان بس عايز يتظبط. الاتموسفير ماشي، انا عايز السكيلر يلعب لي على الاتموسفير. هتعملها ازاي؟ اولا هي الشانل بتكون كده، فانت هتشدها كده بحيث تظهر لك كل الاوبشن. تختار من هنا سكيلر، ده الانبوت يعني. يبقى انت كده بتقول للبرنامج ان انا استقبل المعلومات الصوتية او الموسيقية من السكيلر. فلما تيجي تدوس على السكيلر هنا، نفتح بس ده، دوس على السكيلر،
خلينا بس ندوس على الكوردات دي، او ماشي من هنا كده اهو كده. يعني احنا بنلعب الاتموسفير بالسكيلر. طيب دلوقتي ظاهر معانا الصوتين، يعني صوت السكيلر وصوت الاتموسفير. هتعمل يعني هتحل المشكلة دي ازاي؟ بس هنا كده وتدوس اوف، يبقى كده ايه، مفيش صوت هنا في السكيلر، والصوت اللي هيطلع بس من الاتموسفير. خلينا بس نقفل البرفورم عشان ما يبقاش الصوت. بص انا كده بلعب الصوت بتاع الاتموسفير. ممكن العب من هنا اهو، عايز اعلي الاوكتاف من هنا. نغير الصوت ده، صوت غريب اصلا. نجيب مثلا كده من يعني ممكن ناخد الكيبوردز كده، ناخد اي صوت. شوف مثلا دوس مثلا. احنا كده بنلعب صوت الاتموسفير بالسكيلر. تقدر مثلا انا عايز يلعب مثلا اي تكنيك مثلا، يعني كده بلعب الايه، بلعب التكنيك من السكيلر، ولكن اللي بيعمل الاتموسفير. تمام. لو انا حبيت اسجل بقى، بص كده، لو انا جيت اسجل، خلي ده عشان انا بعزف بس قدامنا كده. ندوس مثلا تسجيل. بس كده زي الفل. بص ايه اللي حصل، سيبك من اللي فوق ده عشان ده صوت انا. مسح التراك ده خالص. بص كده اللعب بتاع السكيلر اتسجل في الاتموسفير اهو. فدي الفكرة ببساطة، يعني حبيت بس يعني افهمها لكم بشكل بسيط. انت تقدر بقى تطبق الفكرة دي على اي آلة، على اي حسب خيالك، تختار بقى الحاجة اللي انت عايزها، الكوردات اللي انت عايزها، التكنيك اللي انت عايزه، كل حاجة. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم، كان معكم على السلام عليكم.